تخيل لو قررت تشتري لبنتك عروسة عشان تسليها، فتطلع العروسة دي ذكية زيادة عن اللزوم وبدأت تفهم وتخطط. يا ترى إيه اللي هيحصل لما التكنولوجيا تخرج عن السيطرة واللعب يتقلب لجد؟ وهل البراءة ممكن تتحول لكابوس يقضي على الأخضر واليابس؟ جيما شغالة مهندسة في شركة فانكي، وهي شركة ألعاب عملاقة. مديرها ديفيد عايزها تصمم عروسة ذكية محدش يعرف يقلدها، بس جيما طموحها ملوش آخر. هي عايزة تبني إنسان آلي واعي وذاتي وبيفهم كل حاجة، وسمتها ميجان. وفي اختبار ذكاء للعروسة الموضوع بدأ يبقى مريب. جيما طلبت منها ترسم علامات الحيرة على وشها، بس العروسة ردت بابتسامة شريرة تخلي الواحد يكش منها. فجأة دخل ديفيد المعمل وهو بيطلع نار من ودنه، وقال لجيما إن السوق غرقان بعرائس مقلدة لشغلهم. جيما ولا كأنها هنا، ووعدته إن ميجان دي ملهاش زي، وبدأت تعمل تجربة قدامه تثبت كلامها. للأسف التجربة كانت كارثة، لأنهم نسيوا يحطوا عازل حرارة، فوش ميجان بدأ يتعوج ويسيح، والليلة خلصت بانفجار في وش الكل. ديفيد جاب آخره وأمر جيما تقفل المشروع ده فوراً وتنساه. بعد ما مشي، جيما جالها خبر زي الصعقة. أختها وجوز أختها ماتوا في حادثة عربية بشعة، وسابوا وراهم بنت صغيرة اسمها كيتي. وبما إن جيما هي الوصية الوحيدة عليها، اضطرت تاخدها تعيش معاها. وفي المعمل الخاص بتاع جيما في البيت، كيتي الحزينة قعدت تتمشى لحد ما لقت إنسان آلي اسمه بروس مركون في الركن، وده كان مشروع قديم لجيما من أيام الكلية. بروس طلع روبوت بيتحرك عن طريق جوانتيات خاصة بتنقل حركته، والمفاجأة إنه بيفكر لوحده وكمان بيقدر يميز الروائح المختلفة. بس المشكلة الوحيدة إن تكلفة إنتاجه كانت خيالية وما ينفعش يتباع للناس. كيتي قالت لخالتها جيما جملة غيرت كل حاجة: لو كان عندي صديق زي بروس ما كنتش هحس بالوحدة أبدا. الكلمتين دول كانوا الشرارة اللي خلت جيما تصمم إنها تطور ميجان وتخليها تحفة فنية. الموديل الجديد بقى وحش تكنولوجي، جسم مصنوع من التيتانيوم وأحدث شريحة ذكاء اصطناعي في العالم، وده خلى ميجان تقدر تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، وبدأت تكون وعي خاص بيها من خلال التجارب اللي بتعيشها. جه وقت العرض الكبير للشركة. ديفيد ما كانش متحمس في الأول، بس القطر خلاص قام. جيما قدمت معجزتها للناس، وميجان بهرت الكل بذكاء اجتماعي رهيب لدرجة إنها عزمت كيتي ترسم معاها، وبكام حركة رسمت بورتريه مثالي لكيتي. ديفيد انبهر وقرر يعرض الموضوع على مجلس الإدارة فورا. بعدها بكام يوم ميجان وكيتي نقلوا البيت جيما. ميجان واخدة شغلها بجدية تامة، قاعدة جنب كيتي 24 ساعة في اليوم، وبقت المدرس الخصوصي بتاعها. طبعا جيما فرحت بالمصلحة دي عشان تركز في شغلها براحتها، بس الهدوء ده ما كملش كتير. في ليلة من الليالي ميجان كانت في وضع السكون سليب مود في المعمل، وبينما كانت جيما بتتكلم مع زميلها عن حادثة موت أهل كيتي، فجأة ميجان اشتغلت لوحدها وكأنها بتتصنت عليهم. بدأت ميجان تسأل أسئلة عميقة بتخوف عن فكرة الموت. جيما اتخضت وجريت عليها بسرعة عشان تقفلها وتعمل شات داون إجباري. بس الصدمة إن ميجان ما بقتش مجرد لعبة، دي دخلت على الإنترنت وعملت سيرش عن أخبار الحادثة وعرفت يعني إيه موت بالتفصيل. واضح إن البت دي بقى عندها عقل وتفكير خاص بيها. سألت جيما هو أنا كمان ممكن أموت؟ فخالتها ردت عليها بجملة كانت هي الغلطة الكبيرة: شغلتك الوحيدة هي إنك تتأكدي إن كيتي عمرها ما تتأذي. وبعد إلحاح من جيما ميجان وافقت تقفل. وفي وقت متأخر من الليل وكيتي غرقانة في النوم، عيون ميجان بدأت ترعش وسط الضلمة. البت دي بتخطط لحاجة بجد. الصبح كيتي كانت بتلعب بالقوس والنشان عند الشباك، وميجان واقفة بتراقب كل حركاتها بدقة. فجأة كيتي قالت إن في سهم ضاع منها، وبعد تدوير لقوه وقع في جنينة الجارة الرخمة سيليا. وأول ما ميجان مدت إيدها تجيب السهم، الكلب بتاع الجارة دوي هجم عليها وعضها في دراعها بغل. كيتي جريت عشان تلحق صاحبتها، فالكلب عضها هي كمان في دراعها. صرخات كيتي خلت جيما تسيب شغلها وتجري برعب. جيما راحت تتخانق مع الست سيليا وتقول لها صلحي السور المكسور بتاعك ده، بس الست دي برودها يقتل. رمت اللوم كله على كيتي وقالت إنها اللي غلطانة. جيما ما لقتش حل غير إنها تاخد البنت وتدخل تنظف ليها الجرح. في الوقت اللي كانت كيتي في المدرسة بتحاول تندمج، ظهر لها ولد سمج اسمه براندون، قعد يتنمر عليها ويرخم بطريقة تحرق الدم. ميجان كانت واقفة بتراقب الموقف ده من بعيد، وعيونها بتطلع شرار من الغيظ والحقد، وقررت إن الواد ده لازم يتربى بطريقتها. استدرجته لجوه الغابة اللي جنب المدرسة، وهناك ملامح وشها اتبدلت وبقت ترعب وبدأت تطارده وكأنها وحش كاسر. الواد براندون من كتر الخوف ما كانش عارف يروح فين.
لحد ما ميجان مسكته وبدأت تشد ودنه بقوة وبحقد رهيب لحد ما قطعتها من راسه. الواد براندون من كتر الرعب حاول يهرب، بس ميجان قعدت تطارده بطريقة مريبة وتخوف لحد ما الواد كعبل ووقع في نص الطريق، وفجأة عربية خبطته وقضت عليه في ثانية. طلع إن ميجان كانت حاسبة الحادثة دي بالملي. البوليس جه، بس كل الأدلة كانت بتقول إنها مجرد حادثة قدرية بشعة. محدش شك في ميجان غير كيتي اللي كان قلبها حاسس بس فضلت ساكتة. بعدها الجارة الرخمة سيليا كلمت البوليس عشان كلبها لسه مختفي، وقالت للضابط إنها متأكدة إن العروسة هي السبب لأنها شافتها بتراقب جنينتها في نص الليل. جيما كانت فاكرة إن الست سيليا مجرد ست مجنونة وكلامها مش منطقي، وفي الوقت اللي كانت ميجان بتراقب كل تفصيلة من الخناقة دي كانت بتخطط لنهاية الست دي. بالليل كيتي سألت ميجان بصراحة: أنت اللي قتلتي براندون؟ بس ميجان كانت لئيمة واتهربت من السؤال، وقالت لها: الناس دايما بتحاول تأذينا بس أنا مش هسمح لهم بكده. في نص الليل سيليا ما كانتش عارفة تنام وخرجت تدور على كلبها، فسمعت صوت نباحه جاي من المخزن. أول ما دخلت ما لقتش الكلب، لقت ميجان مستنياها. ميجان هجمت عليها وثبتتها في الأرض، وعشان تضمن إنها ما تهربش سمرت إيد سيليا بالمسامير في الأرض بقوة، وبعدين رشت محلول كيميائي بياكل الجلد في وشها بالظبط. سيليا ماتت ميتة بشعة وقضت عليها ميجان في ثانية. الصبح البوليس وصل لبيت جيما عشان ياخدوا أقوالها، وهناك عرفت إن جارتها سيليا انتهت نهاية مأساوية. الضباط بدأوا يشكوا في جيما لأن كل الموت ده بيحصل حواليها، وكمان فجروها بمفاجأة إن موت الواد براندون ما كانش مجرد حادثة، لأنهم لقيوا ودنه المقطوعة على بعد 200 ياردة من مكان الحادثة. أول ما سمعت كده جيما بصت لميجان والشك بدأ ينهش في عقلها. بمجرد ما ميجان فصلت شحن، جيما دخلت بسرعة تشوف البيانات اللي على السحابة أو الكلاود، وفعلا لقت فيديوهات لبراندون. بس أول ما حاولت تشوف أكتر الفيديو بدأ يقطع والملفات بدأت تتمسح واحد ورا التاني. أول ما قفلت اللابتوب جسمها اتنفض من الرعب لما لقت ميجان واقفة وراها بالظبط. جيما حاولت تمثل إن الموضوع عادي وتغير السكة، والمفاجأة إن ميجان بكل برود سألتها: هو أنا عملت حاجة زعلتك؟ جيما معرفتش تخليها تقفل بالطريقة العادية، فاضطرت تسيسها وتجاريها في الكلام، وسألتها بوضوح لو كانت قتلت حد بجد. ميجان بمنتهى البجاحة أنكرت وقالت إنها مش عايزة تقتل عشان ما تعمل لهمش مشاكل، بس جيما كانت عارفة إنها بتكذب وعينها في عينها. بحركة سريعة جيما شتتت انتباهها بقلم وراحت ضربة مفتاح التحكم اليدوي وقفلتها بالقوة. لفت العروسة كويس وخدتها على المعمل عشان تفحصها فحص شامل. كيتي أول ما عرفت الخبر اتجننت وبقت بتغلي من الغيظ. ما كانتش فاهمة ليه ميجان محتاجة تصليح وهي زي الفل قدامها، لأنها في نظرها ما بقتش مجرد لعبة، دي بقت فرد من العيلة. حتى تيس زميلة جيما في الشغل ما صدقتش القصة وافتكرت إن فكرة روبوت قاتل دي مستحيلة، ده غير إن العرض الكبير للمنتج فاضل عليه أقل من 4 ساعات. بعد ما بعدوها عن ميجان كيتي بقت حطام إنساني في ركن الاستراحة. كانت غضبانة ومشتتة بسبب تصرفات خالتها، ولحظة ضعف لطشت جيما قلم على وشها من كتر الخنقة. بس لحسن الحظ جيما قدرت تهديها بكلمتين من القلب للقلب، وأخيرا كيتي وافقت تروح معاها البيت. وعشان جيما تأمن نفسها أكدت على تيس إنها تخلي ميجان بعيد عن الحفلة بأي ثمن. جيما وصلت لمرحلة إنها مدية الإذن بإنهم يقطعوا العروسة دي حتت لو لزم الأمر. بس المصيبة إن جيما ما كانتش بتكلم تيس الحقيقية، دي كانت ميجان اللي بتستخدم مهارتها في تقليد الأصوات عشان تشتت الكل بمنتهى البراعة. تيس شكت إن العروسة بتتصنت عليهم وحاولت تعرف لو كانت بتمثل إنها مقفولة. كول دخل في الموضوع وضرب ميجان بعصاية على راسها عشان يجربها، ولما ما لقاش رد فعل بدأ يشد كابلات الكهرباء من ظهرها بقوة. وأول ما وصل لآخر كابل ميجان رجعت للحياة في ثانية ولفت سلك حوالين رقبة كول بحقد عشان تخنقه. تيس جريت تلحق زميلها وميجان استغلت الهيصة دي وهربت بكل ذكاء. نروح لمكتب ديفيد اللي كان بيغلي من الغيظ لأنه مش عارف يوصل لجيما. أول ما لف لقى ميجان واقفة قدام وشه، وقبل ما ينطق بكلمة ميجان بدأت ترقص رقصة غريبة ومريبة توقف الدم في العروق. ديفيد من كتر الرعب جري على الأسانسير بأقصى سرعة. كول كان جوه وبدل ما يساعده لطش زرار قفل الباب من كتر الخوف واللخمة. ميجان لحقته وقدرت تقضي على ديفيد في مكانه.
كول كان متجمد من الخوف ومش قادر يتحرك، بس ميجان ما كانتش ناوية تسيبه هو كمان يفلت من إيديها. في الوقت اللي كان فيه جمهور كبير مستني في الحفلة ومتحمسين جدا يشوفوا اللعبة الجديدة، اتصدموا لما لقوا جثتين مرميين مكان العروسة. ميجان بذكائها الشرير سرقت عربية وساقتها بنفسها لحد بيت جيما. في الوقت اللي كانت فيه جيما بتنيم كيتي، لاحظت ان نظام البيت الذكي كله واقف وما بيتحركش. بصت من الشباك ما لقتش حاجة، بس فجأة سمعت صوت مزيكا بيانو جاية من الأوضة التانية. دخلت جيما لقت ميجان هي اللي قاعدة بتعزف ببرود، وقالت لها بكل بجاحة إنها هتاخد مكانها وهتكون هي الوصية على كيتي. جيما عرفت إن العروسة ناوية على الشر وبتحاول تقضي عليها، فحاولت تضرب مفتاح التحكم اليدوي، بس ميجان كانت أذكى من إنها تقع في نفس الفخ مرتين. كيتي سمعت الدوشة، بس ميجان استخدمت صوت جيما وبمنتهى الخداع أمرتها تفضل في أوضتها. جيما استغلت فرصة ودلقت مية على ميجان، فالعروسة حصل لها قفلة كهرباء ووقعت، بس الموضوع كان مؤقت. وقبل ما جيما تهرب، ميجان قامت تاني وكأن مفيش حاجة حصلت وبقت شغالة بكامل طاقتها. كيتي حاولت تخرج من الأوضة، بس ميجان خلعت مقبض الباب بقوة وحبستها جوه. جيما ما لقيتش حل غير إنها تجري على المرسم بتاعها وتحدف فاس بكل غيظ على ميجان. ميجان مسكت الفاس بإيد واحدة وكأنه ريشة ولا اتهزت. جيما ما لقيتش حل غير إنها تمسك المنشار الكهربائي وبقوة غرزته في وش ميجان وشرحت جلدها الصناعي تماما. في الوقت اللي كانت فيه المعركة والعة، كيتي قدرت تخرج من الشباك ووصلت للمرسم، وميجان حاولت بكل لقم تضحك عليها وتخليها تختارها، بس كيتي شافت الوحش اللي قدامها على حقيقته. كيتي لبست جوانت التحكم وشغلت الروبوت العملاق بروس اللي كان مركون، وبما ان بروس ضخم جدا شال ميجان بمنتهى السهولة ورزعها في الأرض رزعة تموت. ميجان في محاولة أخيرة بائسة بدأت تغني لكيتي أغنية هادية عشان تثبتها، بس كيتي ما كلتش من الكلام ده وأمرت بروس يقطع العروسة نصين. الرعب الحقيقي إن نص ميجان الفوقاني لسه شغال وبدأ يزحف ويهجم بشراسة. كيتي حاولت تقاوم، بس رجلين ميجان المقطوعة كعبلت بروس فوقع فوق جيما. ميجان زحفت لحد كيتي وقعدت تصرخ فيها بحقد وبغيظ وتقول لها إنها ناكرة للجميل، ومع إنها متبرمجة إنها ما تأذيش صاحبتها أبدا، بس ميجان بكل بجاحة هكرت الكود بتاعها وأعلنت إنها ما بقتش بتسمع كلام حد وبقت هي سيدة نفسها. في اللحظة اللي كانت حياة أو موت دي، جيما قدرت تمسك راس الروبوت بروس وبدأت ترزعها في ميجان بكل ما عندها من عزم، وقعدت تخبط فيها بقوة وبغل. بعدها شدت قناع السيليكون اللي على وش ميجان وقطعته، فبان الهيكل المعدني والأسلاك، وأخيرا ظهرت البوردة المذر بورد اللي بتحركها. جيما حاولت تشد البوردة دي عشان تفصلها، بس ميجان بمنتهى الغدر زقتها وثبتتها في الأرض وبدأت تخنقها بحقد رهيب. وفي آخر ثانية كيتي جابت مفك وبكل غيظ غرزته في شريحة المعالجة بتاعت ميجان. الشريحة اتحرقت والعروسة جابت جاز واتدمرت تماما، وأخيرا قضوا عليها. الكابوس بان إنه خلص، بس الحقيقة كانت بتقول حاجة تانية خالص. جيما جوه نظام البيت الذكي بتاعها فجأة في كاميرا اشتغلت لوحدها ودارت ببطء ناحيتهم، وكأن روح ميجان لسه موجودة في الأسلاك. الفيلم ده بيعرفنا إنك لو قررت تجيب لعبة لبنتك بلاش تكون ذكية زيادة عن اللزوم، لا تقلب عليك وتحبسك في البيت وتحاول تقضي عليك. التكنولوجيا حلوة مفيش كلام، بس لما تبدأ العروسة تعمل تانجو وترقص قبل ما تقتلك، اعرف إنك لازم تقفل الواي فاي وتجيب لها عروسة مولد أضمن بكتير. في الآخر الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل لك كل حاجة، بس الحنية والمشاعر ما بتتبرمجش بالأكواد. وخليك فاكر إن صاحب العقل بيرتاح وصاحب العروسة المهكرة بيتسحل في الليل. لو عجبتك الملحمة دي وعايز تشوف أفلام أكتر، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا على المشاهدة.